القدس لنا. احنا مش ناسيين حد في غزه، احنا ما نسيناكوش، احنا لا نملك الا الدعاء والكلام عنكم. أبو تريكة انفجر على الهوا وطلع كل اللي في قلبه. غزة شرف الأمة وأمريكا سبب كل المشاكل، ولا سمح الله بإيديهم يتحركوا وكشفناكوا. في غيرنا جماعة لا سمح الله هم اللي يملكوا الأمر، إنما احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى يكون في صفكم وينصركم إن شاء الله. انتوا شرف الأمة، انتوا فوق راسنا. خليتوا الواحد يحلم يصلي في الأقصى. احنا مش ناسين حد في غزة، ولا نملك إلا الدعاء والحديث عنكم. أنتم شرف الأمة، أنتم فوق الرؤوس. فاحنا مش ناسينكم، انتوا خليتوا الواحد يحلم إنه يصلي في الأقصى. كعادته وفي كل مجالاته لم يتخلى عن نصرة فلسطين بالفعل أو بالكلمة. كم مشهور يمتلك شجاعة أبو تريكة في الطرح دون أن يخاف لومة لائم أو فقدان وظيفة. هذه أقل الكلمات التي يستحقها أهل غزة بعد أن خذلتهم الأمة العربية. سيظل أبو تريكة حدثا رياضيا فارقا وأسطورة أخلاقية راقية ونجما غير قابل للتكرار وقلبا ينبض بآلام وآمال الأمة العربية. رايحين مع الظلم فأنتوا حاسبوا. فالأمريكان احنا خلاص الجيل كشفكم إن شاء الله. انتوا شرف الأمة، انتوا فوق راسنا، فاحنا مش ناسينكم. انتوا خليتوا الواحد يحلم إنه يصلي في الأقصى، انتوا خليتونا نحلم إن شاء الله إن احنا نروح نصلي في المسجد الأقصى. والله انتوا شرف، واحنا بندعي لكم ما بننساكوش.